ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من صار على نهجه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال الشيخ الباب: لما كان التنجيم شائعا بين الناس معمولا به، ذكره المؤلف رحمه الله للتنبيه على بطلان التنجيم. ذكره التنبيه على بطلان التنجيم. والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، أي حرز وحدث خمن بما يعتقده في النجوم. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. يزعمون أن في حركات النجوم تأثيرا في الأرض، فهذا باطل وهذا من دعوى علم الغيب. وأما النظر في النجوم من باب التفسير لمعرفة منازل القمر أو تحديد أوقات الصلاة ونحو ذلك فلا بأس به على الصواب، يعني فيه خلاف، لكن الصواب الصحيح أنه لا بأس به، كما هو رأي أحمد وإسحاق ابن راهوية أو ابن راهوية. وكلمة راهوية هي ضبط المحدثين، هكذا نقلون، وراهوي على ضبط اللغوي مثل كلمة سيغوي. وإسحاق هذا وإسحاق ابن إبراهيم الحضاري صاحب المسند المشهور، وكان يقرأ رحمه الله أن يقال عنه ابن راهوي، وكلمة راهوي معناها ابن الطريق، كأنه بقيت، ولكن اشتهر بهذا اللقب فلا بأس بذكره أحيانا. وقد كره علم التفسير قتادة وسفيان ابن عيينة رحمه الله الجميع. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة: خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ونجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى مبينا الأدلة على كلام قتادة: قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قوله: من تأول فيها غير ذلك أخطأ، بأن زعم أنها تدل على كذا أو كذا من علوم الغيب، وقد أخطأ وأضاع نصيبه أي من الآخرة، وتكلف ما لا يعلم. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله: علامات يهتدى بها، هذا علم المنازل والتسيير. قوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عين. قال ابن باز: وهذا قول ضعيف ومرجوح. هذا قول ضعيف وقولهما لكنه ضعيف عند أهل العلم، ورخص فيه أحمد وإسحاق وهو الصوت. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. أما مدمن الخمر وقاطع الرحم فهذه من المعاصي من الكبائر وليست من باب الكفر. أما التصديق بالسحر
وقد يكون كفرا أكبر وقد يكون غير ذلك بحسب السحر الذي يصدق. فمن صدق بوجود السحر وأن له تأثيرا فهذا لا ضر فيه، هذا واقع، وهذا أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى. أما من صدق الساحر وأنه على حق وأنه هذا كفر إن كان السحر حقيقي. الشاهد أن نفي دخول الجنة لهؤلاء الثلاثة إن كانوا من أهل التوحيد فهو نفي أن يستحقوا دخول الجنة ابتداء، وإن كان أحدهم ليس من الموحدين فهو لا يستحق دخول الجنة لا ابتداء ولا انتهاء. قال الشيخ هذا من باب الوعيد لأنه من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئة إن لم يتب، أي بشرب الخمر أو مدمن الخمر إذا لم يستحلها، فإن استحلها كفر. أجمع الفقهاء على أن من استحل الحرام المجمع عليه فهو مرتد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وورد في شرب الخمر أحاديث كثيرة بالتحذير، من أخطرها مدمن الخمر كعابد وثن، مدمن الخمر كعابد وثن. وبعض خوارج المعاصرين أصدر فتوى بأن إدمان الخمر كفر مخرج من الملة في هذا الحديث، وما تصل إلى أن الكفر التشبيه، ومدمن الخمر يعكف عليها كما يعكف عابد الوثن على الوثن. وقاطع الرحم كذلك من الكبائر. والتصديق بالسحر إذا صدق أنه حق وأنه يغير الأشياء وأن صاحبه على حق وأنه مصيب أو أن صاحبه يعلم الغيب هذا يكون كفرا وصاحبه كافر. أما إذا صدق أنه موجود له تأثير ولكن يعلم أنه حرام ومنكر هذا لا حرج فيه. الحديث حسنه الشيخ شعيب وصححه ابن حبان وحسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب الرقية وطلب السقيا استفعال من السقيا وهو المطر، وقد شرع الله تبارك وتعالى الاستسقاء به سبحانه وتعالى. والاستسقاء أي المشروع الضراعة إلى الله عز وجل عند وجود الجذب. طبعا صلة صلاة الاستسقاء معلومة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا بدلا مما كان عليه أهل الشرك من الطلب من النجوم والتعلق بها والاستغاثة بها. الأنواع هي النجوم، وهي 28 نوعا تنزلها الشمس أو القمر، هي يسموها منازل القمر ومنازل الشمس. كانوا يتعلقون بها في الجاهلية ويتنظرون بها. قال الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تكذبون إنزال الله عز وجل للمطر وإغاثة الله عز وجل لكم، وتسألون النجوم من دون الله وتستغيثون بها فكذبهم لذلك. فهذه النجوم لا تضر ولا تنفع ولا تملك من الأمر شيئا، فوجب على المؤمنين الأخذ بما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن ضده جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الإسلام ونهى عن أمور الجاهلية. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني 4 موجودة في الأمة فلا تترك جميع الأمة هذه 4، ولكن من كان من الطائفة الناجية المنصورة يكون تاركا لهذه 4 ولغيرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: أي لا يزال في الناس من يتعاطاها ويتأسى بالكثرة فيه، ومنها الفقر بالأحساب، ينتسب إلى فلان أو فلان أو فلان فيفتخر بهذا، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف، بل ورد أن موسى عليه السلام انتسب على عهده رجلان، أحدهما انتسب إلى 9 آباء والآخر انتسب إلى قبيل له مسلم، وهذا في المسند وغيره في إسناد صححه بعض الرجلين. وقال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للمنتسب إلى 9 قال: انتسبت إلى 9 آباء أنت عاشرهم في النار. وكان هؤلاء الآباء على غير التوحيد. وقال للمسلم: انتسبت إلى أبوين مسلمين أنت ثالثهم في الجنة. فالشاهد الطعن أو الفخر بالأحساب هذه من سنن الجاهلية، إنما يفتخر المرء بالتقوى والعمل الصالح. والطعن في الأنساب ضد الفخر بالأحساب، ولعله يكون ملازما له. جل من يفتخر بحسبه يطعن في نسب غيره، بأن ينتقص الناس
ثانيا تخلص الناس فيقول فلان نجار أو حداد أو كذا على سبيل التنقص والعين، لا على سبيل الخبر. كان سبيل الخبر يذكر المرء غيره بما فيه، لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه سبب آخر للكرامة. قوله الاستسقاء بالنجوم وهو موطن الشاهد للباب هو أن يقول سقينا بنوء كذا وكذا، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وسيأتيك الآن إن شاء الله. النياحة من النوح، والنوح أصله رفع الصوت عند الموت، هذا أصله. ومن لوازم النياحة أن تسخط وعياذ بالله، ومنهم من يظلم الخلق شكر الجيب له. ومن النياحة الاجتماع والتعزية على الراجح، اجتماع والتعزية من النياحة كما قال جرير بن عبد الله البجلي. فالنائحة وإن كانت صيغة للنساء إلا أن ذلك لأن الغالب على النائحات النساء، ولكن قد ينوح بعض الرجال عافانا الله وإياكم من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب عافانا الله وإياكم. مسألة يقول الشيخ لا بأس ألا يتزوج الإنسان من أناس ليسوا ذوي حسب وإن كانت ذات دين. يعني الأصل في الإنسان أنه يبحث عن ذات الدين، فإن كانت امرأة ذات دين وحسب فاختارها على ذات دين فقط لا يضره بذلك، لكن بشرط أن يكون أصل الدين وكماله موجودا بحسب الاستطاعة والله المستعان. فإذا بعض القرى يذبحون الذبائح في رؤوس الجبال لينزلوا المطر، هذا من الشرك الأكبر، إنما ذبحها للجن أو ذبحها للنجوم. ولهما يعني الصحيحين عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء يعني مطر كانت بالليل، وسمي سماء لأنه من جهة العلو وكل ما علاك فهو سماء. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ النبي كان من عادته إذا انصرف من صلاته انصرف إلى الناس يستغفر ثلاثا ثم يستقبل الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام. وفي كثير من الأحاديث كان النبي عليه الصلاة والسلام مجرد أن ينتهي من الصلاة يخاطب الناس ويحدث الناس. بعض إخواننا يتحرج أن يبدأ الدرس بعد مثلا صلاة العصر مباشرة، بلاش العصر بعد صلاة العشاء مباشرة، نقول انتظر حتى يصلي الناس السنة، انتظر حتى ينتهي المصلون من الصلاة. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما في كثير من الأحاديث قلنا حديث معاذ بن جبل حديث إني رأيت ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، وفيه فلما انفتل صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل عينه وقال على مكانكم، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بالحديث، والحديث في طول وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده. قال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا من أدب الصحابة، وذكرنا من قبل أنه في المسائل الكونية لا يصح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول الله ورسوله أعلم. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يصح هذا على اعتبار أن الله عز وجل أخبره بوحي، يعني هذه مسألة كونية أن الله عز وجل قال كذا أو لم يقل كذا، هذا لا يعلم إلا بوحي من الله. أقصد مسألة شرعية، فهذا لا يعلم إلا بوحي، فلعل الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من مسائل الشرع يعني الوحي المحفوظ، هذا أجاز بعض العلم أن يقال فيه الله ورسوله أعلم. وبعض أهل العلم يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم حتى لا يعتدي الإنسان على هذا اللفظ فيجري على لسانه في بعض الأشياء التي لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد قالوا الله ورسوله أعلم فرد العلم إلى عالمه. قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا الحديث فيه فائدة مهمة جدا، أن بعض أهل العلم المعاصرين لأهل السنة قال أن لفظ الكافر لا يطلق على الكافر كفر أصغر. الشوكاني كان له رد استعجم أو استغرب بعض الناس، قال أن طارق الصلاة كافر، طارق الصلاة
كافر ولا تنطبق عليه أحكام التكفير. هذا كلام وإن كان مستغربا من جهة المصطلح، لكن هذا المعنى موجود عند كل من لا يكفر تارك الصلاة كفرا أكبر، لأن تارك الصلاة سماه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، فهو إما يكون كافر كفر أكبر أو كافر كفر أصغر. ففي هذا الحديث سائلا من كان كافرا بالله مؤمنا بالكواكب، إما يكون كافر كفر أكبر أو كافر كفر أصغر، فيصح أن يقال عن فلان كافر وهو كفر أصغر. لكن استعمال هذا اللفظ بكثرة بهذا المعنى لم يجري على لسان السلف، وإلا يصح أن يقال عن كل من حلف بغير الله أنه كافر، وكل من أرى أنه كافر نحوه. فهذا وإن كان غير مستخدم، لكن إن وجدته في كتب أهل العلم فهو موجود دليله الله أعلم وأعلم. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قوله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب الذي قال اغفرنا بفضل الله عز وجل ورحمته، قال لأنه علم أن الله عز وجل منزل الأمطار، وهذا المطر من رحمة الله وفضله. أما من قال اغفرنا بنوم بكذا نجم كذا وبكذا ونحو ذلك فهذا من أنواع الكفر، وهذا من أنواع الكفر. إن قصد أن هذا النوع هو الذي خلق المطر وهو المتصرف في الكون فهذا كفر أكبر، وهذا في جماعة يسمون بالروحانيين. هذه فرقة من الفرق الماسونية، وللأسف انتسب إليها كثير من المشاهير العرب، حتى بعض الناس المنسوبين إلى التكفير وإلى كتاب المؤلفات الإسلامية في أواخر القرن الماضي. هؤلاء يزعمون أن للنجوم والأفلاك تأثيرا في الكون، وأضل منهم وأضل ما يسمون بالفلكيين، لا سيما من أهل الغرب. هؤلاء يعتقدون في هذه النجوم أنها تستحق العبادة عياذا بالله من دون الله تبارك وتعالى. وإن قصد أنها سبب لهذا المطر فهذا من أنواع الكفر. النسخة الثانية قال من أنواع الشرك، كفر أصغر أو شرك أصغر، لأنها ليست بسبب لا شرعا ولا واقعا، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي تفضل على عباده. قوله يقول الشيخ قوله صدق نوع كذا لا يجوز، قوله صدق نوع كذا لا يجوز، فالمقصود أنه لا يقول بنوع كذا مطلقا، لا يقول مطرنا بنوع كذا مطلقا، لا على أنه سبب ولا على أنه فاعل، فيغلق الباب سدا للذريعة، إنما يقال مطرنا بفضل الله ورحمته. قوله بعد ذلك ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، نبه الشيخ سليمان على أن هذا الحديث من حديث ابن عباس لمسلم فقط، ولهما الصواب أنه لمسلم فقط. وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فلا أقسم مواقع النجوم إلى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب في إثبات محبة الله عز وجل، وأنها من أهم العبادات وأفضل القربات وأساس الدين، وهذا المحبة من شروط لا إله إلا الله. قال لأن حبه سبحانه وتعالى يقتضي الإخلاص له والامتثال لأمره وترك نهيه والانقياد له، هذا هو الحب الحقيقي. وإلا ذلك الحب المدعى الذي لم تدع فيه هذه الأشياء فهذا ليس بحب. قال الحسن ادعى أقوام محبة الله عز وجل، فأنزل الله تبارك وتعالى آية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. أما الحب في ذات الله عز وجل فهو إن كان عبادة لله سبحانه وتعالى بسنة التوحيد، إلا أنه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في ذات الله تبارك وتعالى. والحب إما أن يكون لله وإما أن يكون بالله وإما أن يكون حبا طبيعيا كحب الرجل لولده والولد لأبيه والرجل لزوجه ونحو ذلك. وهذه المحبة الطبيعية لا تخلق في محبة الله عز وجل إذا لم تؤثر على العبد، إذا لم تحمله على المعصية أو ترك الواجب، هذه لا تضر. فهذه ثلاثة أنواع مشروعة: الحب حب الله عز وجل، والحب في الله، والمحبة الطبيعية ما لم تحمل على المعصية أو ترك الواجب. أما المحبة الممنوعة فالمحبة الشركية أن يحب غير الله حب تعبد وتدلل عياذا بالله،
أو يحب في غير الله سبحانه وتعالى، أو يحب محبة طبيعية تحمل على المعصية. ويدخل في ذلك حب الشهوات، لأن الإنسان جبل على حب الشهوات، لكن المسلم يتقيد فيها بما أباحه الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. الآية هذه الآية فيها الأصناف الثمانية التي هي كأنها عوارض لإخلاص الحب لله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأصناف الثمانية إما أن يكون الرجل محبا لأبيه أو لابنه أو لزوجه أو لعشيرته أو لماله إلى آخر ذلك. فهذه الأصناف الثمانية الناس اشتركوا فيها في الجملة، لكن الموحد يجعلها بعد محبة الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم على حب الله عز وجل شيئا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، لا يقول حتى يحبني أو حتى يحب الله، بل حتى يقول الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. وهذا يدل على وجوب محبة الله تعالى محبة تليق به وتقتضي اتباعه. هذا يدل على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تليق به، وهي أن يحب رسول الله في الله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة تقتضي الاتباع والامتثال لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو يطيع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وطاعة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة اتباع، وطاعة العبد لرب العالمين طاعة عبادة، وبينهما فرق. وعنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فدارت حلاوة الإيمان وطعم الإيمان على وجود الحب والبغض، الحب لله وفي الله، والبغض للكفر ولأعداء الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء يجب بها العبد حلاوة الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك بفضله، إنه على كل شيء قدير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا الأثر الذي أشرنا إليه أنه لم يصح ابن عباس، لكن معناه صحيح وانتشر في كتب أهل السنة لا سيما متأخر، ذكره ابن القيم كثيرا وابن تيمية كثيرا، ومعناه صحيح بفضل الله تبارك وتعالى. وقوله إنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك، أي تنال ولاية الله، يكون العبد من أولياء الله المتقين بالحب في الله والبغض في الله، لأنه أوفق عرى الإيمان. وفي حديث أبي مالك الأشعري في مسند أحمد وسنن الترمذي حديث طويل في متحابين بالله، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يتحابون بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وأصل الموالاة من القرب والنصرة، وأصل المعاداة من البعد وعدم النصرة أو البعد والعداوة. تنال ولاية الله بذلك كما أشار إلى ذلك الحديث الذي في الصحيحين. قال: وجد بهن حلاوة الإيمان، فمن لم يكن عنده هذه الأشياء وإن كثرت صلاته وإن كثر صيامه لم يجد هذا الطعم. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا تقرير واقع، غالب مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن أبي عبيدة بن الجراح أنه من أرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب لما تولى الإمارة، وهذا عنهما صحيح موقوفا. قال معاذ رضي الله عنه وأبو عبيدة لعمر: نعوذ بالله أن نكون في زمان إخوان العلانية أعداء السريرة. إخوان العلانية يتألفون للدنيا ويجتمعون للدنيا
وإن كان في القلوب تباغض وتنافر وتدافع عياذا بالله تبارك وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه: لستم بزمان ذلك، وعليهما بالرسالة، لستم بزمان ذلك، إنما ذلك حين يرغب الناس إلى بعضهم بعضا ويرغب الناس من بعضهم بعضا. يعني لا يرغبون في طاعة الله ولا يرغبون من معصية الله، إنما يرغب بعضهم ببعض طلبا للدنيا، أو يرغب بعضهم من بعض خوفا على الدنيا، والله المستعان. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول شيخ الإسلام: بل قد يضرهم، لا يجدي شيئا بل قد يضرهم. هذا الحكم في غير الله عز وجل قد يضر، لأنه أمر خطير. هذا قد يضرهم إذا صدهم عن الحق وخالف شرع الله عز وجل. أما إذا اشتغلوا في الدنيا في البيع والشراء وطلب الرزق، وكان لا يضر إيمانهم ولا يقوم في المعاصي ويستعينون بذلك على طاعة الله، فهذا لا حرج فيه. وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: المودة. استمر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب، أسباب الموت، لأن الخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. جعل الله وإياكم من المتقين. كان قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال: أراد المؤلف بهذه الترجمة أن يبين وجوب خوف الله تعالى، خوفا يحمل العبد على الإخلاص له وعلى أداء ما فرض الله عز وجل عليه، والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. أكمل الأحوال أن يجمع العبد ما بين الخوف والرجاء والحب لله عز وجل. قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله تبارك وتعالى بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد سني. يقول الشيخ: الخوف ثلاثة أقسام، أولها وأعظمها وأوجبها الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويجب الإخلاص فيه لله، وصرفه لغيره سبحانه وتعالى شرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فخوف السر شرك أكبر. خوف السر مثل بعض الناس حين يريد أن يقسم، يستطيع أن يقسم بالله كذبا ويخشى أن يقسم بالولي كذبا. يقول ربنا غفور رحيم بيسام، لكن الولي بينتقم إذا أقسمت به كذبا، فيخشى أن ينتقم الولي منه إن لم يوفي له بنذره أو إن أقسم به كذبا. هذا من خوف السر، وهو شرك أكبر مخرج من الملة. الخوف الثاني خوف يحمل على فعل معصية وترك واجب، وهو خوف المعصية، الخوف من المخلوق. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيحمله هذا الخوف على ترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يحمله على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. الخوف الثالث الخوف الطبيعي، كالخوف من السبع أو اللص أو نحو ذلك، وهذا الخوف جائز لا محظور فيه إذا لم يتعدى الأمر إلى أكثر من أنواع. قد يصل بالعكس إلى المعصية عياذا بالله، يعني يخشى من اللص فيأثر عن الدفاع عن عرضه مثلا إلى آخر ذلك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقوله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية يقول الشيخ رحمه الله: هذا الخوف الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، ولم يخشى إلا الله. فإذا خاف غير الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا خوف السر كان مشركا شركا أكبر، أو خوف المعصية يكون وقع فيه معصية. أما الخوف الطبيعي العادي فلا يضره إن شاء الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا ذنب له. إذا أوذي في الله حمله الخوف على فعل ما حرم الله عز وجل. وهناك فرق بين فعل المعصية خوفا وبين فعل المعصية إكراها. المكره لا وزر عليه، إنما الوزر على من أكرهه. أما خشية الإكراه فهذا ليس بعذر. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن أوذي في الله فيصبر على أقدار الله عز وجل، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف،
ولم نجد أحدا من أهل العلم صححه، وإن كان معناه في الجملة صحيح، معناه صحيح، لكن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي عن عائشة بسند صحيح: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال وأن تحمدهم على رزق الله، كما يعطى في الأثر: خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. هذا في آثار بني إسرائيل. يخلق الله عز وجل ويرزق سبحانه وتعالى ويشكر غيره والعياذ بالله. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فلان منعك من كذا أو من كذا فتذمه، وإنما هو في الحقيقة قدر من أقدار الله عز وجل، وما ربك بالظالم للعبيد. قال إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الرزق قدر وقضي، وعلى العبد أن يأخذ بالأسباب الشرعية، لكن في النهاية كل من كتب له رزق لابد أن يصل إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحملنكم استبطار الرزق على أن تطلبوه معصية الله، فإنما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا بطاعته، لا ينال بمعصيته. وفي كتاب صفات تضريب الطريق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في طريق ومعه جماعة من الصحابة، فوجد أحدهم ثمرة فتقدم إليه، الصحابة ماشيين، فأحدهم رأى ثمرة فأسرع إليها وأخذها، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تأتها لأتتك. وكان في هذا ذم لسرعته إليها دون إخوانه، لكن في النهاية هي رزق كتب له سيأتيه بإذن الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أن يقعد العبد عن طلب الرزق المباح أو عن الأخذ بالأسباب المشروعة، فإن هذا ليس من التوكل في شيء، بل هذا من الأشياء المذمومة والتي اشتهرت عن أولئك المتواكلين المسمون بالمتصوف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك وأخذ بالأسباب حصل له كل خير إن شاء الله عز وجل. من طريق ما يحكى عن بعض السلف أنه قص رجل قصة الثعبان الأعمى الذي يأتيه الطائر بالرزق. ثعبان أعمى في وسط الصخور وطائر يأخذ الرزق وينطلق به إليه. فقال رجل: الحمد لله رب العالمين، رزق سيأتيني وأراد أن يقوم. فقال له ذلك الرجل العابد السلفي عليه رحمه الله يقول: وما الذي يجعلك كالأعمى ولا تكون كالطائر؟ يعني رزق سيأتيك ممتلئ، لكن أيهما أولى؟ الطائر قد أحسن، والمسلم أولى بكل خير وبكل إحسان. الحديث المشروع على سنة الناس: أخوك خير منك. الرجل كان جالس في المسجد يتعبد، فشكى النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقال: لي أخ أحتاج عليه. فقال عليه الصلاة: أخوك خير منك. هذا حديث مكذوب، وهو معارض لما في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن رجلا كان يحتلف على أخيه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم له: لعلك ترزق به. لكن أعلى الأقوال في المسألة كما قال سفيان الثوري: تفرغ لطلب العلم فلا بأس، لأن في طلبه العلم رفع للإثم عن الأمة، لا سيما إن كان العلم تحتاج إليه الأمة. أما تفرغ العبادة فقال سفيان: احرز رغيفيك ثم تعبد. يعني يصح للإنسان إن وجد لطلب العلم، إن وجد من يدخله حتى يفرغ لطلب العلم الواجب على هذه الأمة ويعلمه الناس والناس فلا حرج، لكن أن يفرغ للتعبد فقط ويوقف عليه الناس هذا نفع قاصر. أما الأول فهو نفع عام، وأكبر من ذلك وأجمل ألا يتمندل بك الناس، ألا يتمندل بك الناس. إن استطعت أن تحفظ كرامة نفسك فهو أولى بك إن شاء الله تبارك وتعالى. لا بقول الله تبارك وتعالى:
وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع أمور الدين والدنيا. والتوكل هو التفويض إلى الله والثقة به سبحانه وتعالى، والإيمان بأنه مسبب الأسباب وكل شيء بيده، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ومع ذلك يأخذ بالأسباب. والتوكل اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وأرسل إليك بجذع النخل. قال ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم الآية وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي أتباعك عن كل أحد. وقال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله بأخذ الأسباب والاعتماد بالقلب عليه والثقة به سبحانه وتعالى تدل المشروع. وليس التوكل ترك الأخذ بالأسباب كما تقول الصوفية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب في مثل قصة الهجرة مثلا يعلم الأمة مثله. فمن قال أسافر بلا زاد توكلا قال كسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ويحكى أن جبريل عليه السلام عرض لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. أما الكلمة المشهورة أن إبراهيم عليه السلام قال لجبريل علمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا كلام باطل مكذوب، بل من لم يسأل الله يغضب عليه. وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمع المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقول هذه الكلمة عند الشدائد مع أخذه بالأسباب. فقد لبس صلى الله عليه وسلم الدرع وحمل السلاح ووضع الخوذة على رأسه، وكذلك فعل أصحابه، ومع ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في حاشية للشيخ عن كلمة توكلت على الله ثم فلان. أما توكلت على الله وفلان فهذا ممنوع قولا واحدا. أما توكلت على الله ثم فلان فالشيخ رجح الجواز، وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم. جماعة أهل العلم الشيخ صالح أشار إلى بعض علماء نجد ورجح هذا القول، قال في التوكل أصل عمل القلب، فلا يقال توكلت على الله ثم فلان لأنني لا أعتمد بالقلب على فلان. وبعض أهل العلم قال إنما التوكل كالاستعانة، التوكل كالاستعانة، فيصح أن تستعين بفلان فيما يقدر عليه، فتقول توكلت على الله ثم فلان حتى لا يوهم الله المشابهة أو المساواة. وهذا وجه مليح، لكن لو أن الإنسان استبدل كلمة توكلت لعله يكون أولى إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كلمة توكلت على الله ثم فلان محل خلاف بين أهل العلم، أجازها ابن باز ومنعها غيره وتركها أولى. باب قول الله تبارك وتعالى فآمنوا مكر الله. وقال سبحانه وتعالى ومن يقوم من رحمة ربه إلى الظالمون. قال هذا الباب لبيان تحريم الأمن من مكر الله، يجمع ما بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله عز وجل ولا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام كما قال أبو جعفر الطحاوي. الأمن التام من مكر الله ينقل العبد عن الإسلام، واليأس التام من رحمة الله ينقل العبد عن الإسلام. أما إن كان ثم أمن لا يكون أمنا تاما، لكن بسبب هذا الأمن يرجو رحمة الله عز وجل فيضطر بهذا فيفعل المعاصي، هذه معصية وكل بحسب حاله. وكذلك اليأس، إن كان اليأس يحمله على ترك الطاعة ليأسه من رحمة الله عز وجل، فبحسب الطاعة التي تركها يكون في معصية عياذا بالله سبحانه وتعالى. وطريق السعادة للعبد أن يجمع ما بين عدم اليأس وعدم الأمن، ما بين الخوف وما بين الرجاء. بعض أهل العلم فضل أن يجمع العبد لنفسه في حال الصحة تغليب
حال الخوف، وفي حال الموت أو مرض الموت تغليب جانب الرجاء، وهذا وجه مليح، لأن النفس حرون، والدابة الحرون تحتاج إلى ما يزعجها حتى تسير في الطريق. وقال عليه الصلاة والسلام لشاب في مرض موته: كيف تنجو؟ قال: أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة. صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا لا يصح مرفوعا ولعله يصح موقوفا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. أما الشرك فهو يثبت جميع الأعمال، والأمن والقنوط يحملان العبد عياذا بالله على فعل المعاصي، فهذا كله من الكبائر لأنه يحمل على هذه الكبائر ولأنه في ذاته كبائر. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشيخ رحمه الله في حاشية له على هذا الباب: الواجب على كل مسلم، على كل مؤمن، أن يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء كما كان عليه الرسل وأتباع الرسل. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيعيش المسلم بين الخوف والرجاء، يعمل الصالحات ويدع المحرمات، ولا يكون قانطا ولا آمنا، بل يرجو رحمة ربه ويخشى عقوبة ربه سبحانه وتعالى على ذنب العبد. يقول: وإياك وتلعب الشيطان بك بأن يقول لك أنت فعلت كذا وكذا إلا الخيرات، وأن يغرد العبد بمثل هذا، فينبغي للعبد أن يحذر مثل هذه الأشياء. كما من عبد إلا وله ذنب، والله عز وجل برحمته يغفر الذنب لمن تاب إليه سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى: ولا تيأسوا من روح الله، يقول: لا يجوز اليأس ولا يجوز الأمن، بل تسير ما بين الأمرين. قال بعض السلف: ينبغي للعبد أن يسعى بين الخوف والرجاء كالجناحين للطائر. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: الخوف والرجاء منزلة الجناحين للطائر، والمحبة منزلة الرأس، فإذا كسر أحد الجناحين لم يصل الطائر، وإذا كسرت الرأس مات الطائر عياذا بالله تبارك وتعالى. وبعض السلف يقول: ينبغي أن يغلب جانب الخوف في حد صح، كما ذكرنا. الشيخ يقول: ولكن الأولى هو المتقدم، وهو أن يجمع ما بين الخوف والرجاء، لا يسيء الظن ولكن لا يحمله حسن الظن على الأمن بالله. الإمام النووي في الروضة، روضة الطالبين، يقول: من قال لا أخاف القيامة كفر. من قال لا يخاف القيامة كفر. من هذا اليوم يغضب ربنا تبارك وتعالى فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ويخاف الأنبياء والمرسلون من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقوله لا أخاف القيامة إما لأنه لا يؤمن بها ويكون كفره واضحا، أو لأنه وصل في مرحلة الأمن إلى مرحلة تنقل عن الإسلام. واستدرك ابن حجر الهيثمي على النووي في هذه الكلمة، قال: إلا أن يكون ذلك بحسن ظنه بربه، فيكون حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى مانعا من هذا التكفير، وإن كان لا ينبغي أن يكون هذه الكلمة ولا أن يعتقد هذا الاعتقاد. ذكر كلام ابن عباس، يقول الشيخ رحمه الله: الأقرب أنه موقوف على ابن عباس. كلام الحديث مرفوع قلنا لا يصح مرفوعا، ولعله يصح موقوفا. الشيخ يقول: الأقرب أنه موقوف على ابن عباس. ثم قال: هذه كلها كبائر، فدل الكتاب والسنة على أنها كبائر. ثم تكلم رحمه الله عن طبقات الكبائر. كبائر نفسها ليست درجة واحدة، يعني على سبيل المثال الشرك من الكبائر، وقتل النفس من الكبائر، والطعن في الأحساب
أو في الأمثال من الكبائر، ولا تستوي هذه الكبائر. فهناك أكبر الكبائر كما قال عليه السلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ومنها السبع الموبقات. فيجب على المسلم أن يحذر من كبائر الذنوب. والكبائر كتاب الذهب المشهور عدها 70 كبيرة، وكتاب ابن حجر الهيثمي فقيه الشافعي عدها أكثر من 200 كبيرة. ولو الإنسان أعمل جميع النصوص لو أعمل جميع النصوص ومعانيها لكانت كما قال بعض السلف هي إلى 700، أقرب منها إلى 70. يعني بعض العلماء يقول إن النصوص الشرعية هي ذات الكبائر فنقف عندها. طيب الله عز وجل جعل من الكبائر أكل ماليتي وإحراق ماليتي من الكبائر أم لا؟ من الكبائر. هذا ليس هو النص، إنما هذا يسمى بفحوى النص. فلو أعملت العقل في مثل هذا لاجتمع شيء كثير. وقد حرص السلف على جمع هذه الكبائر. ومن أقدم من تكلم فيها رجل في القرن الثاني الهجري، جمعنا رجل وذكر هذا عنه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. عدد الكبائر عدد أكثر من 40 أو 50 كبيرة، وأبو طالب المكي جمعها، وكتاب ذلك في ذلك نافع إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لكم لمرضيه وأن يتوب علينا وعليكم من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه. كبائر من أخطر باب الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. واضح؟ يعني معظم الأحاديث التي فيها فتح باب الرجاء لما قلت بالوضوء أو بالصلاة أو بالصيام أو نحو ذلك مقيد من هذا الحديث ما لم تغش الكبائر. الله يتوب علينا وعليكم. باب من الإيمان الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قوله وقول الله تعالى، إما نقول باب من الإيمان وقوله، أو نقول باب من الإيمان وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الصبر على ما يقدمه الله عز وجل من واجبات الإيمان من الإيمان. وقد ورد الإيمان الصبر والسماحة. حديث رواه أحمد بن حسن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان إلى قسمين: الإيمان الصبر والسماحة. وهذا يصح المعنى المشهور: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. لأن السماحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سماحة النفس بطاعة الله عز وجل، والصبر صبر النفس على أقدار الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا المعنى صحيحا يصير معنى كلمة الإيمان نصف صبر ونصف شكر معنى صحيح. الشاهد أن الصبر من الإيمان وهو نصف الإيمان. والمؤمن لا ينبغي له أن يجزع عند المصيبة في نفسه أو ولده أو ماله، بل يتحمل ويتصبر لله عز وجل. ومن يتصبر يصبره الله، وما صبرك إلا بالله. قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمعاني في الصبر وفضله كثير، وننصح برسالة عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بالله عز وجل عند المصيبة أن الله عز وجل قدرها لحكمة يعلمها ورفع من البلاء ما هو أكبر منها إلى آخر ذلك، يتصبر ولا يجزع فيهدي الله عز وجل قلبه فيؤثر على هذه البرية بهذا، فتصير المحنة من حسن بإذن الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب انتقاص الأنساب، والنياحة على الميت هذا يدل على وجود الجزع وعدم الصبر. أما دمع العين فهذا لا بأس به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد دمعت عيناه حينما مات ولده إبراهيم. العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وله عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. وهذا أيضا نتيجة عدم الصبر، فلو صبر ما فعل ذلك.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فهذا البلاء الذي نحثك ونحث على الصبر عليه، هذا الإمام يشير بهذا الحديث إلى أن فيه خيرا لك. طبعا البلاء إما أن يكون اختبارا وإما أن يكون عقوبة على ذنب. والأصل فينا أننا أصحاب ذنوب فصواب لكم علينا وعليكم، فإذا جاءك البلاء فاعلم أنك لم تريد إلا بذنب، ما من بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أكثر الناس بلاء الأنبياء لرفعة درجات عند الله عز وجل، ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه وقد شجت رأسه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إني لقيت امرأة ففعلت كذا وكذا، يعني مما هو من المعاصي. قال بينما أن أمشي أنظر إليها إذ شج الحائط رأسي، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل إذا أحب عبده عجل له العقوبة، وليس معنى ذلك أن يطلب العبد من ربه العقوبة، بل يسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء، أي لمن صبر. الإنسان إذا أصيب البلاء فرضي له رضا، إن صح إلى بالله عليه الصبر. بين اشتد المرض وكثر يكون التكفير أي للذنب أكثر، فأسأل الله جل أن يجبر كثرنا وأن يغفر ذنوبنا. وإن الله تبارك وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، أي ليمحص ذنوبهم ويرفع درجاتهم برحمته هو أرحم الراحمين. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، لأنه لما سخط قال الله سبحانه وتعالى كان البلاء بلاءين، بلاء في الدنيا وبلاء الحرمان من الأجر يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في حاشية له أراد المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الحث على الصبر، وأنه لا يليق بالمسلم الجزع والتسخط لأقدار الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب لأمر المؤمن إن أمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابه خير شكر وإن أصابه ضر صبر فكان خيرا له. فهذا هو شأن المؤمن وهذا هو الواجب على جميع الناس. قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. والقرآن مملوء بالآيات الكثيرة الداعية للحث على الصبر. علقمة، قال الشيخ علقمة هو ابن قيس النخعي أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فحينما يستحضر المسلم هذا المعنى الذي أشار إليه علقمة يرضى ويسلم فيقوى إيمانه بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله إن من الكفر الأصغر الطعن في النسب والنياحة على الموتى. إن من الكفر الأصغر في الحديث تنتهي بالناس وبهما كفر، قال هذا من الكفر الأصغر. وهناك أحاديث كثيرة تدل على تحريم النياحة، وللأسف بدأ كثير من إخواننا يتساهل في مسألة الاجتماع بالتعزية، وذكرنا أنها من النياحة بقول جرير بن عبد الله البجلي كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون الاجتماع للتعزية وصنع الطعام من النياحة، وهذا من الإمام الشافعي وهو ما رجحه كثير من علماء أهل السنة والجماعة والله المستعان. يقول الشيخ وأما رفض الحدود وشق الجيوب فهذا من عادات الجاهلية، هذا من عادات الجاهلية، وللأسف هي موجودة في كثير من بلاد المسلمين، نسأل الله جل العفو والعافية. سئل الشيخ رحمه الله فإذا تعلق مسألة خارج موضوع نازل خارج الباب لكن متعلقة بالتوحيد، وأنا بقدر المستطاع بكل تعليقات الشيخ متعلقة بالتوحيد، لكن في مسائل فقهية نتركها لنا إن شاء الله. سئل الشيخ رحمه الله قال السائل يعني قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ما الفرق بين هذه الثلاث؟ هذا جواب الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا الجواب عنه
منتشر في عشرات الفتاوى. يقول: كافر لجحده الحق، ظالم لأنه باغ على الحق، فاسق لخروجه عن الطاعة الحقيقية. هذا إذا اعتقد حل الحكم بغير ما أنزل الله، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى، فيكون كفره كفرا أكبر. أما إذا فعله لشهوة أو لرشوة أو ما أشبه ذلك فهذا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، كما قال ابن عباس. هذا هو الصواب الذي عليه عامة أهل العلم. فجمهور أهل العلم يقولون: يكون كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، ما لم يستحله. فإذا استحله كان كفرا أكبر، وليس كما يقول الخوارج وغيرهم، بل القاعدة أن هذه المعاصي من استحلها فقد كفر، ومن لم يستحلها لم يكفر. نعلم هذه المسألة تحتاج إلى بسط وطول، لكن أردنا أن لا نضيع هذه الفائدة الآن، ولعلنا نأتي عليها تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه فتوى الشيخ، وللشيخ عدة فتاوى بهذا المعنى في مجموع الفتاوى رحمه الله تبارك وتعالى. سئل الشيخ عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود، يعني ضرب الخدود. هل هذا كفر أكبر؟ قال رحمه الله: هذا من باب الوعيد، ليس معنى أنه كفر. يقال بالزجر عند أهل السنة والجماعة: ليس منا على الكمال، يعني الكمال الواجب، ليس مؤمنا إيمانا كاملا، أو ليس على طريقتنا المعتبرة. يقول هذا من التأويل، وهذا من باب التحذير، وهو كذب. يبقى قوله ليس منا من ضرب الخدود هذا لا يحمل على الكفر المخرج من الملة، لأن هذا على سبيل الزجر والتأويل. باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى للتحذير من الرياء. والرياء مصدر راء يرائي، أي أظهر عمله ليراه الناس ويثنوا عليه، أو يحصل به غرضا دنيويا، أو يسمع بقراءته وتسبيحه إلى. وهذا جاء من حديث: من يرائي الله عز وجل به، ومن يسمع الله به. من رأى الله به، ومن سمع الله عز وجل به سامع خلقه يوم القيامة وصغره وحقره. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي يصنعه، والجزاء من جنس العمل. والواجب على المسلم أن يخلص العمل لله، وأن يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح لا بد فيه من أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل وحده، الثاني أن يكون موافقا للسنة باتباع ليس بدعة. وهذان الشرطان والحمد لله انتشر بيانهما عند كثير من المسلمين. لكن ثم شرط ثالث قدما ينبه عليه أحد، وقدم عليه الشرطين رحمه الله في كتاب أضواء البيان. قال: شروط العمل الصالح ثلاث: الإخلاص، الاتباع، ثم قال سلامة العقيدة. سلامة العقيدة من البدعة، بصرف النظر عن هذه العبادة خاصة. مثال: رجل من الخوارج يصلي مخلصا النية لله، متبعا في الصلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ينتفع بهذه الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام عنهم: هم كلاب النار، شر الخلق والخلق. أبى الله عز وجل أن يقبل لصاحب بدعة عملا، لا صلاة ولا زكاة ولا صرفا ولا عدل. الصرف هو الفريض، والعدل هو النافلة، كما قال سفيان الثوري. فصاحب البدعة لا تقبل له العبادة. يبقى شروط قبول العبادة ثلاث: الإخلاص، الاتباع، سلامة المعتقد، أن يكون الرجل على عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ حافظ أحمد حاتم ذكر شرط صدق العزيمة، وهو داخل في الهم بالعبادة أو صدق النية لله عز وجل عند الجميع. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا بيان براءة الله تعالى من الأعمال التي فيها شرك، وأن الله تعالى لا يقبل عملا فيه شرك لغيره. وفي لفظ: أنا بريء منها،
بل هي لمن أشركه، يعني لمن جعل له منها جزءا مع الله عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن أفضل أحاديث التحذير من التوحيد حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة في ثلاث، إنما آفتهم جاءت من عدم الإخلاص ووجود الرياء عياذا بالله. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد رواه أحمد وحسنه الألباني، الشيخ الباز يقول في الحديث الصحيح عن أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الدجال هذه أعظم فتنة على وجه الأرض، لكن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوف لأن الدجال إنما يأتي في آخر الزمان، فقليل من الأمة من يتعرض للدجال. أما هذا الشرك الخفي فهذا يتعرض غيره كثير من الناس عافانا الله وإياه. قال: ألا أخبركم ما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ بعض العوام يقول المسيح الدجال، يقول حتى يميز عن المسيح عيسى بن مريم، وهذا كلام باطل، بل قد يدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليقول يوما قط عن الدجال أنه المسيح، وإن كان المعنى يصح أن المسيح يمسح بحيث طمست عينه، لكن الصواب أن يقال عنه المسيح، وإنما يميز عن عبد الله ورسول عيسى عليه السلام بأن عيسى يقال المسيح عيسى بن مريم، وهذا يقول به المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا. قال الإسلام: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. قال: الشرك الخفي، بعض أهل العلم قسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، هذا تقسيم صحيح، وبعضهم قسم الشرك إلى شرك خفي وشرك جلي، وهذا تقسيم صحيح. والشرك الظاهر هو الجلي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والشرك الخفي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. وقلنا إن الرياء قد يصل إلى حد الكفر الأكبر، لكن غالب إطلاق الرياء يقول في الشرك الأصغر. الشرك الخفي أي الذي يبطله الإنسان عن الناس أن يقوم الرجل يصلي، فهذه عبادة لله عز وجل، هذا ظاهرها، لكنه يصلي يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، هذا أمر خفي في الباطن، وهذا هو الرياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسير الرياء شرك. الشيخ ابن باز رحمه الله يوضح وجه في قوله عليه السلام: ألا أخبركم ما أخوف عليكم مني؟ يقول الدجال ممكن أن يعرف بعلامات، يعني علامات الدجال واضحة وظاهرة وجلية، فيعرف الدجال بعلامات مكتوب بين عينيه كافر، هكذا الحديث. وفي بعض الروايات كافر يقرأه كل مؤمن وغير مؤمن، الدجال أعرف وربكم عز وجل يتبعه إلى آخره. لكن هذا الشرك الخفي قد لا يطلع الناس عليه، كما قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النفاق والرياء ينبض في القلب على ألوان متعددة، كلما عالج المرء لونا نبت على لون آخر، عافانا الله عز وجل وإياه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الرجل يوم القيامة للمرائين كالحكي. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشرك نوعان: أكبر وأصغر، وهذا قد يكون من الأكبر وقد يكون من الأصغر. أن يعمل الإنسان إرادة للدنيا، طلبا للدنيا، قد يكون من الأكبر وقد يكون من الأصغر. فإذا أراد بإسلامه بتوحيد ودخوله في الدين الدنيا، هذا شرك أكبر كالمنافقين. لماذا دخلوا بالإسلام؟ ليعصموا دماءهم وأموالهم، هذه دنيا. وإنما فعلوا هذا التوحيد، منهم من يصلي، منهم من يصوم، منهم من يجاهد، منهم من يخرج بحج أو العمرة ينفق، ومع ذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار، لأنهم إنما أظهروا هذه الأعمال توحيدا وعبادة لله، وإنما فعلوها إرادة الدنيا وإرادة مراعاة الناس أو دفع هذا القتل عنه. يقول كالمنافقين هم في الدرك الأسفل من النار. وتارة يكون أصغر كمن يرائي بقراءته وأمره ونهيه، يرائي بعبادته، أو يجاهد لأجل الغنيمة ليس لله، يجاهد فقط كمان للغنيمة. الجهاد طلبا لإعلاء كلمة الله عز وجل، ويأخذ بعد ذلك من الغنيمة لا حرج فيه. الحج
طلبا لعباد الله عز وجل ويبتغي الرزق الحلال بالتجارة لا حرج فيه. لكن أن يكون الحج طلبا للتجارة، والحج برضه أن تكون الجهاد طلبا للمال على جوع، فيكون الجهاد حينئذ ليس لله عز وجل. من الناس من ليس له من جهاده إلا شراك النعم، انه انما جاهد لاجل الغنيمه. ومن طريق ما يحكى عن عمر رضي الله عنه لما كانت معارك المسلمين في بلاد العراق، قال عمر لجرير بن عبد الله البجلي، وكان قبيله جيله من اقوى قبائل العرب، فقال عمر رضي الله عنه له: يا جرير قاتل بقومك. قاتل بايش؟ بقومك، ولكم ربع الغنيمه. يعني انت وحولتك تاخذوا لكم ايه؟ ربع الغنيمه واحده. فقتلوا قتالا شديدا، فلما انتهت المعركه ارادوا من سعد بن وقاص ان يعطوه ربع الغنيمه ثم يشاركوا الناس في الباب. وقال عمر: قال لي كذا وكذا. فارسل سعد الى عمر فقال عمر: صدق جرير. قل له، يعني قل جرير: ان كنت وقومك قاتلتم من اجل الغنيمه فهي لكم، وان كنتم قاتلتم لله فانتم كسائر المسلمين. فقال جرير: بل قاتلنا لله سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ فالإنسان إذا قاتل من أجل الغنيمة لم يكن له في الجهاد أجر. لذلك رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، بل لا يقال فلان شهيد. عمر يقول: لا تقول فلان شهيد. غل شراكان، شراك النعم يعني لا يساوي شيئا، فكان شراكان بالنار. ورجل غل عباءة فاشتمل بها فاشتعلت عليه في قبر نار، مع أنه ما كان مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله المستعان. يقول: قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية مطلقة، يعني هذه الآية ظاهرة أن كل من كان يريد الدنيا أعطاه الله عز وجل عمله فيها. وقال ربنا تبارك وتعالى، وهذه الآية مطلقة ستقيد بالآية التي تأتي. وقال ربنا تبارك وتعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا وعيد وأصله فيه الكفار الذين عبدوا الله عز وجل لأجل الدنيا كالمنافقين. وعمومه يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الأمور. وهكذا قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة. هذه الآية الإطلاقة والتي قبلها تقيد بقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، وليس ما يشاء، لمن نريد وليس لكل أحد. واضح؟ يعني الإنسان إذا فعل الأمر للدنيا قد يأتي وقد لا يأتي، لكن ربنا تبارك وتعالى لا يظلم عبده. الرجل الذي قرأ القرآن يقال له وقد قيل، قرأت يقال قال، وقد قيل تعلمت يقال عالم، وقد قيل جاهدت يقال مجاهد شجاع، وقد قيل أخذت ما نويت. لذلك من الطالب الأجوبة أن بعض الناس سأل بعض الدعاء عن الذين اخترعوا الأجهزة زي الكهرباء وكذا وكذا من المخترعات النافعة للناس كيف يعذبوا بالنار. فقال له: لو أن رجلا ما أتيت به ليعمل عندي يطلب الأجر مني أم منك؟ فيقول للسائل: قال: بل يطلبه منك. قال: فهؤلاء عملوه لمن؟ هم عملوه لله، عملوا الطاعات لله. لو كانت لله لا أجروا عليه، لكنما فعلوها للبشرية، فأجرهم على البشرية وليس لهم في الآخرة نصيب. طبعا من كان منهم من المسلمين. الشاهد يقول الشيخ رحمه الله: في الآية قيد أطلقته الآية السابقة، وهو أن ليس كل من أراد الدنيا تحصل له، قد يحصل له بعض ما أراد، فالأمر كله بيد الملك سبحانه وتعالى. قول من أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن، الإرادة لا تكفي وحدها، إنما نريد الإرادة بصدق العليم، فإن منعه مانع يكتب له الأجر. إنسان يريد أن يتعبد لله عز وجل وصدق بنيته ثم عجز عن هذه العبادة له أجر إن شاء الله. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10.
يدل هذا على وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن العمل يبطل مع الشرك. قلنا قالوا أن الرياء إما أن يكون في أصل العمل أو طارئ على العمل، إن كان في أصل العمل فهو مردود أي العمل، وإن كان طارئا على العمل إما أن يسترسل معه أو لا يسترسل، فإن جاهد نفسه ولم يسترسل معه فالعمل سالم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إن استرسل معه فإما أن يكون العمل يقبل التجزئة أو لا يقبل التجزئة، فما كان يقبل التجزئة يؤجر فيما أخلص فيه ويرد عليه ما لم يخلص فيه كقراءة القرآن. وأما ما لا يقبل التجزئة في الصلاة فلا يقبل منه هذا العمل، عافانا الله وإياه. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميطة، تعس عبد الخميلة، في بعض الروايات عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مفرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يجب. هذا الحديث في الصحيح في صحيح البخاري. والخميلة كساء سادة ليس فيه نقوش، هي تشبه ما يسمى بالقطيفة إيمان. أما الخميصة فهو كساء له أعلام. تعس هي أصابته التعاسة لما قصد بعمله ودخوله الإسلام إظهار الإسلام مع كونه يتعبد بهذه النقود كأعمال المنافقين، فهو من أهل التعاسة التامة. أما من كان مسلما ووقع في هذا فله من التعاسة بحسب حاله. قوله إذا شيك فلانتقش، شيك يعني أصابته شوكة، وهذا أدنى ما يصيب الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يكفر عنه خطاياه بالمصائب حتى الشوكة، يعني أقل شيء يصيب الإنسان مثل الشوكة يكفر عنه به. فقول السلام إذا شيك أصابه أدنى شيء فلا انتقش، فإذا أصابه أكبر من ذلك فلا انتقش، يعني لا يجد من يخرجها له، فهذا دعاء عليه بتعسير أمره وسوء عاقبته. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سقط. هذه علامته، علامة عبد الدرهم والدينار، أنه يرضى إن أعطي الدرهم والدينار وينصف إن لم يعطى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يمين لم يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه رضي وإن لم يعطيه سقط. في الحديث أظن المعنى أنه لعنه بعد ذلك ولم يكلمه يوم القيامة حتى لا يجوز هذا المعنى. قوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي من شدة عنايته وانشغاله بالجهاد غير متفرغ للعناية بترجيل شعره ودهنه ونحوه، مشغول منشغل عن ظهرة الدنيا وزينتها بطاعة الله عز وجل. وإن كان المسلم يتوضأ ويتطهر ويتنظف والله جل جلاله يحب الجمال، لكن العبد المهموم يشغله همه عن كثير من أمور الدنيا والله المستعان. أشعث رأسه مفرة قدماه في سبيل الله عز وجل. وقلنا إن كان في سبيل الله أصلها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وقد يدخل فيها بالنص طلب العلم. وأكثر الناس تجد هذا الوصف مطلق عليه المجاهدون في ساحات الوغى وطلاب الحليم الذين يرحلون في الأمصار ويفترشون التراب ويلتحفون السماء، كما سئل الطبراني. الطبراني كان من العلم المفيد في الحديث: من أين حصلت هذا الحديث؟ قال 30 سنة أنام على الحصير، يعني لا أنام في بيت، إنما ينام في المساجد وفي الطرقات في طريقه في طلب العلم. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني لا يعني المكان، لا يعني أن يكون قائدا أو يكون جنديا، بل هو مغموز بين الناس غير مرمور بين الناس غير معروف. وهذا من كمال إخلاصه وصدقه إن شاء الله تبارك وتعالى، لا يتحرى مناصب الأمور وأماكن الجاه والسلطان، فلهذا لا يعرفونه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، كما قال عليه الصلاة والسلام عن أول طائفة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين أثيابهم على عواتقهم خرجوا في سبيل الله عز وجل، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء، لا تفتح لهم أبواب السدد أو أبواب السلطان، ولا ينكحون
المنعمة. وهذا الحديث رواه ابن حبان من حديث ابن عمرو الإسنادي حسن. وإن شفع للمشفع حري إن شفع أن تقبل شفاعته لهوانه على الناس وإن كان كريما على الله سبحانه وتعالى. باب من أطاع الأمراء. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله عز وجل أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. أراد المؤلف بهذه الترجمة تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فيما يخالف شرع الله وهو التقليد الأعمى. هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان تحريم التقليد الأعمى. يقول شرح في حاشية له تحريم التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين. التقليد الأعمى أن يقلد على غير بصير. حد العالم أن يدلك على طاعة الله عز وجل، وينبغي للعالم إذا أفتاك أن يذكر لك الدليل من الكتاب أو السنة أو قول السلف إن تيسر ذلك، هذا لا يجب عليه. لكن قلة ذكره لقال الله قال رسوله قال الصحابة كما قال ابن القيم من عظمه. قال رسول الله الكلام في الإعلام الموقع. التقليد كما قال الشيخ الإمام محمد بن رحمه الله التقليد أصل من أصول الكفر. ما كفر جل الناس إلا بالتقليد، تقليد الآباء، تقليد الأحبار والرهبان واتباعهم في معصية الله عز وجل ونحو ذلك. ولكن التقليد جائز عند الضرورة. قال تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الأصل تقليد المن، ولكنه كما قال شيخ الإسلام بمنزلة أكل الميتة لا يحل إلا عند الضرورة. فإن ظهر لك بالدليل الواضح البين خطأ فلان من العلماء مع كونك فيما ظهر لك موافقا لإمام الآخر، نخشى على بعض الله أنه يتسرع فيفتي بما ليس له به سلف. إذا اختلف العلماء في مسألة ما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه. كثير من الشباب الآن فإن تنازعتم في شيء فاختاروا قولا من الأقوال كانها طلب الهوى. فأقول لك السماشين اختلف فيختار أي قول. لا، ليس هذا من هذه السنة. كلمة اجعلها في رقبة عالم تخرج سالم هذا كلام باطل عرض. إنما هذا يصح في حاجة واحدة للعامي المقلد الذي يتحرى فيسأل أعلم الناس فلا يعني بعد ذلك. لكن إذا اختلف أهل العلم إذا اختلف الناس وكنت تستطيع أن تتبصر في المسألة وجب عليك أن تبحث عن الحق في الدليل. الحق يعرف بدلائله لا بقائله. واضح؟ الشيخ يقول في هذا الباب الحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فيما يخالف شرع الله وهو التقليد الأعمى. وبعض الناس يتعدى حده فيطعن في الأمراء أو يطعن في العلماء إذا خالفهم في مسألة. تحلى بهذا أهل العلم بهذا نظام العلم وابحث عن الحق من دليله ولا بد أن يكون لك سلف في كل قول تقول به والله المستعان. الواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظموا أمر الله عز وجل ونهيه وأن يحلوا ما أحل وأن يحرموا ما حرم الله ورسوله وأن لا يطيعوا أحدا في خلاف ذلك. فالطاعة إنما تكون في المعروف كما قال السلام الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعتهم في خلاف شرع الله حرام. طاعة الله أو العلماء أو الأحبار أو الرهبان في غير شرع الله عز وجل في خلاف شرع الله تبارك وتعالى حرام. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يطيع والده أو ولده أو زوجه في خلاف الشرع من الحل والحرم. وطاعتهم فيما يخالف الشرع طاعة الأمراء والعلماء والأحبار والرهبان والوالد ونحو ذلك فيما يخالف الشرع هو اتخاذهم آلهة من دون الله كما سيأتي إن شاء الله. إذا ظهر لك الدليل من الكتاب والسنة على تحريم الأرض لا يحل لك أن تخالف الكتاب أو تخالف السنة لأن أصل الشيخ أكيد أعلم مني هكذا يقولون. يعني هو الشيخ ما عرفش هذا الكلام هذا كلام باطل. وهذه حجة المقلدة في كل زمان ومكان. ولو سلمت هذه الحجة لأحد ما قام الدعوة في التوحيد لا في زمن محمد الوهاب ولا في زمن من قام من أهل العلم. يعني مثلا زمن محمد الوهاب هو الشيخ محمد الوهاب الوحيد ينفرد بالحق وكل علماء الأمة في ذلك الوقت لم يطلعوا كلمة الحق. الإمام أحمد في زمن المحنة الذي ثبت في هذه المحنة وثبت الله عز وجل به الإسلام الإمام أحمد عليه رحمة الله
فهل يقول القارئ مع كل هؤلاء يعني كل الشيوخ دول أخطاء؟ ليس كذا المسألة. لو أن عالما واحدا خالف العلماء في مسألة لم ينعقد الإجماع، فإذا لم ينعقد الإجماع كان في المسألة نزاع، وإذا كان ثم نزاع فالواجب الرد إلى الله في كتابه وإلى الرسول في سنته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا قامت الدعوة السلفية. دعوة السلف لا تقوم على التقليد ولا على التعصب ولا على التميز، إنما قائمة على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما وجب علينا أن نسأل أهل العلم لا لذواتهم ولا لأشخاصهم، إنما لأنهم يدلون على طريق الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلون على حكم الله عز وجل وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين لك أن العالم أخطأ فهو غير معصوم، وقد يكون مجتهدا وأخطأ ويؤجر، لكن المسألة ليست فيه هو، إنما المسألة فيك أنت. كلمة الشيخ الباز هذه خطيرة، قوله طاعتهم فيما يخالف الشرع هو اتخاذهم آلهة من دون الله. اتخاذهم آلهة من دون الله. الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، ونقل هذا الكلام الشيخ صالح الفوزان في كتابه التوحيد، رسالة الشيخ صالح اسمها التوحيد، نقل هذا الكلام أن في هذه الأمة من يعبد العلماء من دون الله عز وجل حين يطيعوهم في معصية الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة مسألة اتباع الأحبار والرهبان متى تكون كفرا أكبر مخرجا من الملة أو تكون كفر أصغر غير مخرج من الملة، فصل الكلام فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل هذا التفصيل الشيخ العثيمين في القول المفيد، الشيخ صالح في كتاب التمهيد، وهو أن طاعة الأحبار والرهبان على مرتبتين. المرتبة الأولى أن يطيعهم في تبديل الحرام حلال أو الحلال حرام، يطيعه ويعتقد هذا التبديل، يعني أمره بمعصية فيطيعه ويرى أن الواجب عليه أن يطيعه في المعصية وأن هذه ليست معصية ويغير حكم الله عز وجل، يقول هذا يكون كفر أكبر. أما لو أطاعه في مجرد المعصية مع ثبوت اعتقاده بحكم الله عز وجل، يعني إذا سأل أي أخ من إخواننا الذين يقولون في الانتخابات باتفاق عند علماء السلف محرم، كل علماء أهل السنة يقولون الانتخابات محرم، لكن بعض العلماء قال جائزة للضرورة. جائزة للضرورة يعني منزلة أكل الميت، حكم أكل الميتة حرام. خلاص؟ طيب عند الضرورة تجوز عند الضرورة، يبقى الاتفاق ان اكل الميتة، فمن قال ان اكل الميتة حلال يكون غير حكم الله عز وجل، صرف النظر عن المسألة من جهة التطبيق هل هي ضرورة ام ليست بضرورة، لكن يبقى هذا الاطار. فحين تقول للناس ان الانتخابات واجبة هذا لا يصح الا اذا اثبتت ذلك ببيان انها واجبة كوجوب اكل الميتة عند يقينك بالموت. يعني اكل الميتة انسان معرض ياكل الميتة فلم يأكل حتى مات، سفيان الثوري يقول يموت آثما. يموت ايه؟ يبقى يجب ان يأكل الميت خلاص. لكن ان يتغير معتقد الناس من كون الميتة المحرمة مباح للضرورة الى ان الميتة مباحا هكذا على الاطلاق، هذا تحريف المعتقد في المسلمين. فيحكم في مثل هذا الامر. برضه كثير من اخواننا يعتقد تحريم التصوير وتحريم الصور الفوتوغرافية، يقول لك بس بيعلق الصور الانتخابات اصل دي ضرورة. طيب هب أنها ضرورة وأنها يجوز الضرورة، هل لا بينت هذا المعتقد للناس حتى لا يعتقد الناس به؟ كثير من العوام يعتقد حل الصور بفعل فلان وفعل فلان وفعل فلان، فهذا الأمر ينبغي التنبه له. إذا كان الأمر يتعلق بتغيير حكم الشرع في نفس الإنسان هذا يكون كفرا أكبر إذا كان الحرام مجمعا عليه أو كان الحلال مجمعا عليه. أما إذا كان مجرد متابعة في المعصية مع ثبوت الاعتقاد بالحلال الذي أحله الله أو بالحرام الذي حرمه الله، حينئذ لا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. لو أن أباك أمرك بمعصية فأطعته ورأيت أن الواجب عليك أن تطيع أباك في معصية الله كان كفرا. أما إذا أطعته لأنه وارد وغلبتك الشهوة وحملتك الشفقة عليه أو نحو ذلك، حينئذ تكون معصية فقط، وهذا أمر خطير ينبغي التنبه له والله المستعان. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا اللفظ منتشر في كتب شيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وإن كان اللفظ المروي في المسند بنحو هذا الكلام، لكن الشاهد منه أن ابن عباس يخشى أن تنزل حجارة من السماء. حجارة السماء ما معناها؟ أن يكون هناك قذف، يكون في هذه الأمة قذف ومسخ وقذف. ما السبب في هذه الخشية؟ أن ابن عباس يقول للناس قال رسول الله، فلم يقول فيقولون قال فلان أو فلان، لا، قال أبو بكر وعمر أفضل رجلين في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا عورض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، هذا يخشى على صاحبه أن يقذف بحجارة من السماء. فما بالك إذا كان نقول قال رسول الله فيقول قال لمين ومركز وإلى آخره، هذا أطم عياذا بالله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يتعصب لشيخه أكثر من تعصبه للسلف الأول، بل أكثر من تعصبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشاعر: من كان معتزا في علم وفي أدب بشيخه فأنا معتز بالنبي العربي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: آفة كل فرقة من فرق الضلالة أنهم يتعصبون لشخص غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يجب على المسلم أن يتعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد شاكر يقول: أنا رجل متعصب، أعترف أني متعصب، لكني متعصب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يوشك أن يقرروا أن تنزل عليهم حجارة من السماء وعلم العقوبة لأنهم خالفوا قول رسول الله بقول ابن عمر. كان سبب هذا الكلام كان مع عروة بن الزبير وابن عباس لما أخبر ابن عباس رجلا استفتاه بالمتعة في الحج، تمتع في الحج، فقال عروة له: أولم تعلم أنه قد نهى عنها أبو بكر وعمر؟ طبعا مسألة طويلة الزيد من جهة البحث الفقهي، والصحيح فيها أن التمتع أفضل، بل أوجبه بعض العلماء. الشاهد لما سمع ابن عباس أن عروة